طاسة لحمة مفيش أحلى ولا أسهل من كده. اللحمة دايبة في قلب الصوص مع شوية الخضار اللي حاطينهم دول مخلينا في حتة تانية خالص. من سهولتها هتقوموا تجربوها دلوقتي، وتنفع بأي قطعية لحمة عندنا. وكمان لو عندنا لحمة مسلوقة وعايزين نغير في طعمها شوية ممكن نعمل الطريقة دي، بتبقى حلوة جدا. طبعا احنا مش هنخلصها وبس على كده، لا ده احنا كمان هنحطها في عيش سوري او عيش بلدي، بتبقى سندوتشات كأننا جايبينها من بره واحلى كمان. ونسمي الله ونبدأ. وأول حاجة هبدأ بيها صينية على النار أو طاسة، هنزل فيها بمعلقة سمنة بلدي أو زبدة بلدي، أو ممكن تستخدموا زيت أي مادة دهنية عندكم. وأول الزبدة ما تسيح وتسخن معايا بالشكل ده، هنزل بقطع لحمة مقطعة قطع صغيرة جدا بالشكل ده. هنزل واحدة واحدة، مش هقلبها في الأول، هديلها كده بس رشة فلفل أسود بسيطة. هسيبها الأول لونها يتغير من تحت، وبعد كده هبدأ أقلبها. وهنا بعد ما خدت لون من تحت هقلبها دلوقتي لحد كلها ما تاخد لون واحد. شايفين كده هنا خدت لون ذهبي كده حلو، لون التحمير ده. هبدأ بقى انزل عليها بكوباية مية مغلية واغطيها واسيبها على نار هادية لحد ما تكمل سواها. ومن وقت للتاني كنت بشوفها استوت ولا لأ، لكن ما زودتلهاش اي مية خالص، هي كوباية المية بس اللي استوت فيها. وهنا بعد ما استوت هنزل عليها بالخضار اللي عندي. انا هنا كنت مقطعه بصل شرايح وفلفل الوان وفلفل رومي وطماطمايه مقطعه قطع صغيره وقرن فلفل حامي. اي خضار عندكم باي كميه تقدروا تضيفوها للحمه. هنظبط بقى الملح، انزل عليها بمعلقه ملح وكمان شويه فلفل اسود حوالي معلقه صغيره، وعليهم معلقه صغيره 7 بهارات او بهارات لحمه، وكمان معلقه صغيره بابريكا مدخنه لو موجوده، لو مش موجوده تقدروا تستغنوا عنها خالص. نقلب بقى البهارات مع اللحمة والخضار وكل الحاجات دي، شايفين شكلها بقى عامل ازاي وريحتها تجنن. هسيبها كده برضو شوية حوالي 10 دقايق او ربع ساعة على نار هادية لحد الخضار نفسه ما يستوي في قلب اللحمة وينزل المية بتاعته. شايفين بقى الصوص الحلو اللي نازل منها ده، طعمها وريحتها في حتة تانية خالص بجد. وقبل ما اطفي عليها على طول نزلت بمعلقة دبس رمان تقلبتين كده وخلاص هي جاهزة معايا. تعالوا بقى نعمل احلى سندوتشات عيش سوري باللحمة. احنا ممكن كمان بدل العيش السوري نعملها في عيش كايزر، عيش بلدي، اي نوع عيش عندكم تقدروا تستخدموه، بتبقى سندوتشات حلوة جدا. هحط بقى الرغيف العيش كده على الصوص الحلو ده، ناخد من طعم اللحمة الاول وبعدين نحط اللحمة فيه، وبعد كده نلف رول بقى وعلى الجريل على طول. الكمية دي عندي عملت حوالي 5، لكن في حاجات كده اتاكلت وانا بصور. وهنا كده خلاص خلصنا السندوتشات. تعالوا بقى نعملها على الجريل. معلقة زيت في جريل سخنة جدا وانزل بالسندوتشات مقرمشة من بره، واللحمة في العيش طعمها حلو جدا. جربوا الطريقة دي. وزي ما قلت لكم تقدروا تعملوا الأكلة دي من اللحمة المسلوقة العادية خالص. لو عايزين تغيروا في طعمها قطعوها قطع صغيرة مع معلقة زبدة على النار تتشوح، وانزلوا بكل الخضار واي بهارات انتوا عايزينها وتقلبتين، واعملي سندوتشات واحلى واسرع غدا. شايفين بقى كده الرغيف بيبص من الصوص واللحمة، حاجة بجد جميلة جدا. وبس كده خلصت احلى سندوتشات لحمة بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير ومتابعة للصفحة.